ناتسو طالب فاشل عاطفيا واقع في حب مدرسته هينا رغم إنها بتعامله كطفل، وفوق كده مرتبطة بحد تاني. وفي يوم عادي في المدرسة كان بيهزر مع صحابه ويتناقشوا في أهم قضايا البشرية قبل ما هينا تظهر توبخه على الرغي وبعدها تسخر منه بطريقتها فيتعلق بيها أكتر بدل ما يفوق لنفسه. بعدها أصحابه أخدوه حفلة تعارف وهناك قابل روي بنت هادية ومنعزلة شبهه. ناتسو حكى لها إنه كان زمان ولد خجول بنظارة وعمل تحديث شامل لشكله عشان يعرف يتعامل مع البنات، رغم إن روي كانت شاكة إن الكلام ده كله دعاية انتخابية. روي ارتاحت له وطلبت منه يخرج معاها بعيد عن الحفلة، وبعدها أخدته بيتها وطلبت منه يساعدها في تجربة اجتماعية متقدمة لأنها كانت محرجة من قلة خبرتها وعايزة تفهم العلاقات بعيداً عن سخرية صحابها. اخترته تحديداً لأنها شايفاه مبتدئ زيها ومش هيقعد يعمل فيها خبير دول. ناتسو افتكر إن هينا مستحيل تشوفه كراجل فوافق، وبعد ما خلصوا التجربة وسط توتر من الطرفين روي قررت إن الأفضل يتعاملوا كأنهم ما يعرفوش بعض لو اتقابلوا تاني. ناتسو رجع لصاحبه فوميا وهو منهار نفسياً وحاول يمسح ذكرياته عن طريق حضن بطن صاحبه، لكن فوميا بدل ما يواسيه وبخه وحطه في حركة مصارعة تخلي جونسينا يطلب تدريب عنده. ناتسو اعترف إنه كان في الأول سعيد إنه تخلص من خوفه، لكنه بدأ يندم لأن هينا لسه مسيطرة على تفكيره. فوميا رد عليه بمنتهى الدعم النفسي: أصلاً حبك لهينا عمره ما هيحصل. تاني يوم ناتسو كان بيكتب على سطح المدرسة فظهرت هينا وسخرت من حلمه إنه يبقى روائي. المشهد فكره بأول مرة قابلها فيها ووقع في حبها. لاحظ إنها بتيجي السطح لما تكون مضايقة فعرض عليها تسمعه، لكنها عملته كطفل وقالت له إنه عمره ما هيبقى راجل في نظرها. وفي اليوم اللي بعده لقاها على السطح وعيونها مليانة دموع، لكنها خبت حزنها بسرعة وابتسمت. ناتسو حاول يخليها تحكي له لكنها رفضت بحجة إنه مش ناضج كفاية. المرة دي ناتسو اتعصب وطلب منها تبطل تستهين بيه وكان على وشك يعترف بحبه، لكن مكالمة هاتفية دخلت في التوقيت المثالي ونسفت اللحظة كلها. لما رجع البيت لقى أبوه أكيهيتو مبسوط بشكل مريب، وبعد 10 سنين من وفاة والدته أخبره إنه قرر يتجوز من جديد. ناتسو وافق لكنه اتصدم لما عرف إن العروسة وبناتها جايين حالا، وبعد ثواني الجرس رن، لكن المفاجأة إن بناتها طلعوا هينا وروي. هينا اتجمدت مكانها وروي اتوترت، أما ناتسو فاستوعب إن البنت اللي بيحبها والبنت اللي دخل معاها في المغامرة السرية هيبقوا أخواته غير الشقيقات، فمخه عمل إعادة تشغيل ووقع مغمى عليه. بعد ما فاق هينا حاولت تعرفه على روي، لكن ردود أفعالهم الغريبة خلتها تشك إنهم قابلوا بعض قبل كده. روي كذبت فورا وقالت إنها ما تعرفوش، فاضطروا يمثلوا مشهد التعارف من البداية حفاظا على ما تبقى من كرامته. ولما ناتسو سأل تسوكو إيه اللي جذبها لأبوه قالت إن زوجها السابق خانها، بينما أكيهيتو راجل صادق وحنين ويعرف يخليها تحس بالأمان والسعادة. وهكذا خلال يوم واحد حياة ناتسو العاطفية اتحولت من مشكلة بسيطة لكارثة عائلية متعددة المواسم. أثناء عشاء التعارف ناتسو راح الحمام، ولما خرج لقى روي مستنياه عشان يتكلموا على انفراد. قالت له إن اللي حصل بينهم مش هيخليها تعطل جواز أمها، لأنها بعد طلاقها الصعب نفسها تشوفها سعيدة من جديد. ناتسو وافق إنهم يدفنوا السر ده تحت 7 بلاطات ويتصرفوا طبيعي. بعد ما روي وهينا مشيوا ناتسو أعلن دعمه لجواز أبوه، وأبوه طمنه إن زواجه الجديد مش معناه إنه ناسي والدته، لأنها هتفضل دايما جزءا من حياته. وبعد اللحظة العاطفية دي رمى عليه القنبلة: العيلتين هينتقلوا يعيشوا كلهم مع بعض في بيت جديد. لما ناتسو حكى لفوميا صاحبه اتصدم، لكنه قدم له الحقيقة المرة. فرصته مع هينا كانت شبه معدومة، ودلوقتي بقت محتاجة معجزة إدارية وموافقة من مجلس العيلة. في البيت الجديد هنا كانت متحمسة جدا لفكرة إن ناتسو بقى أخوها الصغير، وبدأت تستفزه وتسخر من مخبأ كتبه السرية اللي عناوينها لو اتكشفت هتحتاج جلسة تحقيق عائلية. أما روي فكانت أقل حماسا وقالت له بوضوح ينسى مغامرتهما القديمة ويتصرف عادي. بعدها هينا ظهرت بملابس منزلية جريئة شوية، فأمها عاتبتها واضطرت تغير هدومها وهي بتقول إنها متعودة تعيش براحتها قبل ما تدخل بيت فيه شباب. بعدها بدأت تشرب، وبعد كام علبة نامت على الكنبة جنب ناتسو. ناتسو فضل يبص لها ويحارب شيطانه الداخلي، ولما حاول يصحيها سمعها بتنادي اسمه وهي نايمة، فمخه قرر يفسر الموقف بأسوأ طريقة ممكنة. قرب منها عشان يعمل حركة غبية جدا، لكن قبل ما الكارثة تحصل روي دخلت فجأة وقفشت المشهد. روي ما عملتش دراما، كل اللي عملته إنها ركلت هينا عشان تصحيها،
وسحبتها لأوضتها وهي بتقول إن أختها تستاهل اللي يحصل لها عشان نامت من غير ما تاخد بالها. أما ناتسو ففضل متجمد مكانه بعد ما نجا من فضيحة كانت هتختصر الأنمي كله في حلقتين. تاني يوم صحي متأخر ولسه بيفكر في اللي حاول يعمله، ووصل المدرسة وشعره عامل زي واحد اتخانق مع المخدة وخسر، لكن كي دخل يجري وقالهم إن في طالبة جديدة جميلة في الفصل المجاور. راحوا يتفرجوا واكتشفوا إن الطالبة الجديدة هي روي. أول ما شافته قربت منه وسخرت من شعره، لكن ناتسو شدها على جنب قبل ما تقول أي حاجة عن حياتهم الجديدة. اتفقوا إنهم يخفوا إنهم بقوا إخوات عشان يتجنبوا الإشاعات والأسئلة، وروي وافقت بمنتهى البرود. بعدها أصحابه سألوه إيه اللي حصل بينه وبين روي بعد حفلة التعارف، لكنه كذب وقال إنهم اتكلموا شوية وكل واحد راح لحاله. ورغم إنه هو اللي طلب منها تتصرف طبيعي، إلا إنه اتضايق إن روي فعلا بتتصرف كأن اللي حصل ما كانش مهم. بعد ما خرج من الحمام هينا قابلته وسألته عن شعره المبعثر. بدل ما تسخر منه قالت إن شكله حلو كده، فناتسو اتحول فورا لطماطم بشرية. سألها لو قالت لحد إنهم بقوا إخوات، فقالت لا، لأن الموضوع هيبقى محرج وسط الطلبة، واتفقوا يفضل سر بينهم. ناتسو سألها بعدها لو فاكرة حاجة من اللي حصل الليلة اللي فاتت. هينا اتوترت وسألته فجأة إذا كانوا باسوا بعض، فناتسو اتخض، لكنها شرحت إن عندها عادة سيئة إنها توزع بوس وهي مخمورة. ناتسو ارتاح لما فهم إنها مش فاكرة إنه هو اللي كان على وشك يعمل مصيبة من دماغه. وقت الغدا لاحظ إن روي قاعدة لوحدها. لما سألها قالت إن الناس حاولوا يتعرفوا عليها لكنهم انسحبوا تدريجيا بعد ما بدأت تقنعهم إن شخصية عشوائية تقدر تهزم سايتاما بسهولة. باختصار البنت فشلت اجتماعيا بسبب نقاش أنمي محدش طلبه. روي طلعت مشط وعدلت شعر ناتسو، وهنا فهم إنها مش متعالية ولا باردة، هي بس ما تعرفش تتعامل مع الناس. قالت له إنها طول عمرها عكس هينة ومش بتعرف تكون صداقات بسهولة، فناتسو قرر يدربها اجتماعيا. بدأ يمثل دور بنت عشان يعلمها تتكلم. سألها عن اهتماماتها لكنها ردت بإجابات مختصرة، فتحول التدريب بسرعة لخناقة. ناتسو شبهها بكرتونة فاضية، وروي ردت عليه بشتيمة أغرب من الأولى. لكن وهما بيتخانقوا زملائهم كانوا سامعين الحوار وفجأة بدأوا يضحكوا. قالوا إنهم ما كانوش متخيلين إن روي مرحة وبتتكلم بالشكل ده، وطلبوا يصاحبوها. روي فرحت، ومن غير ما يقصد ناتسو نجح في أول درس اجتماعي ليها عن طريق خناقة علنية وشتيمتين مجانيين. بعد شوية ناتسو دخل ياخد حمام، لكنه اتفاجئ بروي قاعدة براحتها جوه. اتوتر، لكنها قالت له إن مفيش داعي للكسوف بعد اللي حصل بينهم قبل كده. لما طلبت منه يدخل، مخه بدأ ينتج سيناريوهات مش موجودة قبل ما يرجع للواقع ويكتشف إنها عايزة تسأله عن محاولته يقرب من هين. ناتسو سكت، فروي سألته إذا كان بيحاول يواسيها بعد مشاكلها مع خطيبها، ولما اكتشف إنه ما يعرفش حاجة رفضت تشرح وخرجت وسابته محتار. تاني يوم الأب والأم راحوا البلدية يكملوا إجراءات الجواز وسابوا البيت للأولاد. ناتسو كان متوقع إن الطبخ ينتهي بكارثة، لكنه اتفاجئ بسفرة محترمة. افتكر إن هنا هي الطباخ، لكنها اعترفت إن روي عملت كل حاجة تقريبا، بينما دورها اقتصر على غلي المية والبكاء مع البصل. بعد الأكل هينا بدأت تشرب، وروي دخلت أوضتها، فناتسو سأل هينا عن خطيبها. هينا تهربت وسألته هو عن أكبر مشاكله، فرد إن شعره المجعد مسبب له أزمة قومية. اتضايقت من بساطة حياته وبدأت تشاكسه، لكنها زلقت فلحقها قبل ما تقع وعاشوا لحظة هادية قطعتها مكالمة من راجل اسمه شو. هينا خرجت تقابله وطلبت من ناتسو ما يتبعهاش. بعد شوية سمعها بتزعق، ثم رجعت غضبانة ورفضت تحكي. بعدها الجرس رن بإصرار وهينا طلبت تجاهله، لكن روي فتحت الباب. ناتسو توقع يلاقي شو، لكنه لقى الأب والأم راجعين فرحانين زيادة عن اللزوم، بينما هينا كانت شايلة هم الدنيا. تاني يوم اعتذار هينا والمشهد كله فضلوا يطاردوا ناتسو، فراح لكافيه فوميا وحكاله. المدير مساكي اقترح انه يطمن هينا ويقف جنبها، لكن الاتنين تجاهلوا النصيحة وبدأوا يهزروا. فوميا ومساكي مثلوا دور بنتين بيتنافسوا على ناتسو، والندلة أيانو تبعت المهزلة باستمتاع. وأثناء رجوعه مع فوميا شافوا الثنائي اللي كانوا بيقلدوهم، والصدمة إن البنت كانت هينة ومعاها راجل غريب. ناتسو رجع البيت ودخل أوضتها وسألها إذا كانت في علاقة سرية. حاولت تنكر، لكنه كرر الكلام اللي سمعه فوميا كدليل. هينا اتعصبت وقالت له إنه طالب ومش من حقه يتدخل في حياتها، ولما حاولت تطلعه اندفع ناتسو وقرب منها فجأة. هينا اتفاجئت وردت للحظة، والموقف كاد يخرج عن السيطرة، لكنها وقفت لما لاحظت إنه مرعوب رغم محاولته يبان ناضج. قالت له إنه لسه ولد خايف، وفتحت الباب عشان يمشي. ناتسو خرج مكسور،
وهي فضلت ندمانة على اللي حصل. في أوضته ناتسو انهار من الإحراج، وتاني صباح أبوه لقى رسالة بيقول فيها إنه ساب البيت. العيلة افتكرت إن السبب هو الجواز الجديد، لكن هينا عرفت الحقيقة. ناتسو كان مستخبي عند فوميا، سايب المدرسة ومش بيرد على حد. فوميا حس بالذنب، لكن ناتسو طمنه. بعدها فوميا قال إن ضعف هينا ممكن يبقى فرصة يقرب منها أكتر. فالكلام استفز ناتسو لأنه فاهم إن صاحبه بيتعامل مع وجعها كأنه مكسب عاطفي. خلاهم يتخانقوا، لكن الخناقة فرغت شوية من غضبه. فوميا نصحه يحول الوجع لطاقة، يتمرن ويكمل حلمه في كتابة الروايات بدل ما يفضل غرقان في الإحباط. وأثناء الكتابة ناتسو افتكر إن هينا وصفته بالولد، فبص من الشباك يهدي نفسه، لكنه شاف روي تحت المطر بتدور عليه. لما شافته ما طلبتش منه يرجع، بالعكس قالت إنها هتفضل معاه. حاول يقنعها إن الهروب فكرة سيئة، لكن فوميا ظهرت. ولما عرف روي كأخته الصغيرة، الاتنين دخلوا في خناقة على مين الأكبر، وانتهت بفوز ناتسو وزعل روي. فوميا دخلتها البيت، ولما فوميا رجعت فاجئ بالأخوين الهاربين. روي شرحت إنها تعرف بعلاقة هينا السرية، وإن هروبها نوع من الاحتجاج. كانت واجهت أختها قبل كده، لكن هينا قالت لها إنها مش هتفهم لأنها عمرها ما حبت حد. فوميا فهم إن ده سبب تجربة روي القديمة مع ناتسو، فغضبت روي، خصوصا لما اتهمها ناتسو إنها ما كانتوش مهتمة بجد. لما سألهم فوميا عايزين إيه، ناتسو قال إنه عايز ينهي العلاقة دي، فاقترح خطة تساعدهم هما الاتنين. رجعوا البيت فلقوا الأب والأم قدام أوراق طلاق، معتقدين إن الجواز هو سبب هروب الأولاد. ناتسو أكد إن المشكلة مش منهم، وأبوه طلب منه يفتح قلبه بدل الهروب. وقتها هينا نزلت وهي بتعيط واعتذرت، والوالدين ما كانوش فاهمين، لكن ناتسو وروي عرفوا سبب ذنبها. تاني يوم هينا حاولت تتعامل بلطف، لكن ناتسو رد ببرود، وبدأ هو وروي مراقبتها لمعرفة الرجل الغامض. أول مطاردة انتهت بحانة فضلت هينا فيها 4 ساعات تشرب لوحدها. التانية قادتهم لنادي كوميدي، والتالتة كشفت إنها كانت بتسمع لطالب عنده مشاكل. يعني كل تحرياتهم كانت مسلسل فشل. اضطروا للخطة الأخيرة. روي سرقت هاتف هينا أثناء استحمامها، واكتشفت إن اسمه شو. حاولت تتصل به وتقلد صوت أختها، لكنها اتلخبطت وقفل. لما اتصل تاني طلعت صوتا كارثيا كأن بقرة بتودع الحياة. وانتهت المهمة رسميا. راحوا الكافيه محبطين، وفوميا تعاطف معاهم، بينما مساكي ضحك على عملياتهم الفاشلة لكنه مدح شجاعتهم. وفجأة دخلت هينا مع شو، فتجمد الجميع. لما شاف ناتسو قربهم واجه شو وطلب منه يسيبها، واتهمه انه بيظلم هينا ومراته معا. مساكي منع الخناقة وجمعهم على ترابيزة واحدة. وسط نظرات ناتسو وروي القاتلة اعترف شو انه متزوج، وان علاقته بهينا بدأت من 2 سنين قبل حتى ما ناتسو يعرفها. وهنا بدأ ناتسو يسأله مين اللي بدأ العلاقة عشان يعرف مين المسؤول الحقيقي عن الكارثة. شو اعترف انه هو اللي بدأ العلاقة، واعتذر انهم عرفوا بالطريقة دي، لكنه أكد انه بيحب هينا بجد ومستعد يطلق مراته عشان يكمل معاها. ناتسو اتقرف من كلامه ووبخه، خصوصا انه بيتعامل مع خيانته كأنها قصة حب عظيمة. لكن شو قال إنه فعلا حاسس بالذنب ومستعد يصلح غلطه. ناتسو كان هينفجر، لكن روي سبقته ورشت شو بكوباية مية، وبعدها جريت وهي منهارة. ناتسو لحقها وشكرها، وحاول يهزر ويقترح يرجعوا يربوا شو بطريقتهم، لكنها انفجرت في العياط فحضنها وهداها. في طريق الرجوع شو سأل هينا إذا كان ناتسو بيحبها وهل هي بتبادله نفس الشعور. هينا رفضت الفكرة وقالت إنها شايفاه أخ عزيز، لكنها بعد اللي حصل طلبت توقف علاقتها بشو مؤقتا وتاخد مسافة. تاني يوم ناتسو لقى روي عيونها منفخة من العياط. لاحظوا مناسبة مهمة على التقويم، وهينا حاولت تدعو روي للتسوق لكنها تجاهلتها. وناتسو كمان رفض لأنه خارج يزور قبر أمه كعادته كل سنة. عند القبر افتكر أمه وهي بتحاول تشجعه وهو صغير عشان يبطل عياط، وافتكر إنه بعد موتها رفض يبكي حتى ما يحزنهاش لو كانت شايفاه. بعد 10 سنين فضل يتساءل كانت هتقول إيه لو شافته دلوقتي. فجأة ظهرت هينا وروي ومعاهم ورد وحلوى كانت أمه بتحبها. هينا أعلنت إنها قررت تنفصل عن شو لأن تردده أتعبها، وإن عيلتها أهم عندها. الخبر فرح ناتسو وروي، وصلوا كلهم قدام القبر وطلبوا بركة أمه لعيلتهم الجديد. بعد أسبوع رجع البيت لطبيعته، وهينا وروي بيتخانقوا على الخضار كأنهم أطفال، وناتسو سعيد إن الجو هادي. في الطريق روي سألته ليه هرب من البيت أصلا، لكنه هرب من السؤال أسرع من مجرم شاف كاميرا مراقبة. في المدرسة بنت اسمها مومو قربت من روي وقدمت لها دمية أرنب زرقاء. بعض البنات حذروها منها وقالوا إنها مشهورة بعلاقاتها الكتير، لكن روي رفضت تحكم عليها بالشائعات ولمت الدمية وقررت تعرفها بنفسها. بعد المدرسة مومو قدمت لها دمية شبهها،
وأثناء ما كانوا بياكلوا آيس كريم سألتها روي عن قصصها مع الشباب. مومو نفت مبالغات الناس، لكنها اعترفت إنها دخلت علاقات كتير وكل مرة انتهت بخيانة أو أذى، وبعضهم سرقها أو حبسها. بسبب ده بقت وحيدة، وطلبت من روي تبقى صاحبتها، فروي وافقت فورا. بدأوا يقضوا وقت أكتر مع بعض، وفي زيارة للمكتبة قابلوا ناتسو. اتفاجئ إن روي كونت صديقة، بينما مومو اهتمت بناتسو وسألته عن حبه للقراءة والكتابة. وأثناء رجوعهم دراجة نارية كادت تخبط مومو، لكن ناتسو اندفع بسرعة وأنقذها في آخر لحظة، فبدأت تشوفه كبطل جذاب. وبعد ما مشي فضلت باصة وراه وسألت روي إذا كان عادي تحبه. روي قالت لها إنها مش مهتمة بيه بالطريقة دي، فمومو طلبت دعمها. تاني يوم روي تعبت وحرارتها ارتفعت. في نفس الوقت مومو بعتت لناتسو دعوة لموعد، لكنه تجاهلها وراح يطمن على روي لأنها كانت أهم. لقاها غرقانة عرق فساعدها تنظف نفسها وفضل جنبها ساعات بعد ما هينا طلبت منه يهتم بيه. لما فاقت قالت له إن مومو معجبة بيه وإن فكرة ارتباطهم مش مضايقاها. حرارة روي زادت، وبعد تعليمات أمها اضطر ناتسو يديها الدواء في موقف محرج للطرفين، لكنه نفذ المهمة بسرعة ونجاح. الحرارة نزلت والعيلة كلها مدحته، وأبوه تقريبا كان هيديله جائزة أفضل أخ في الموسم. تاني يوم مومو واجهته لأنه ما ردش على الدعوة، لكنه وضح إنه ما شافهاش. يويا وكاي حذروه منها بسبب سمعتها وعلاقاتها القديمة، لكنه رفض يحكم عليها بكلام الناس. وقت الغدا مومو حضرت لهم أكل وقالت إنها بتعمل كده للناس اللي بتحبهم، ولاحظت إن ناتسو مضايق. لما ضغطت عليه اعترف إنه لسه متعلق بحبه الأول. مومو قربت منه ودعته بيتها، وهناك حاولت تخليه ينسى هينا بطريقتها، لكن رسالة من روي عن العشاء خلته يتردد. مومو اعترفت إنها غيرانة من حياته لأنه عنده عيلة ترجع تستناه، بينما هي دايما لوحدها. لما ناتسو لاحظ إنه دوب على معصمها وقف كل حاجة. مومو قالت له يكمل عادي، لكنه رفض، وبدل ده دخل المطبخ وعمل لها أكلة بسيطة وقعد معاها. قالها إنها تقدر تكلمه في أي وقت تحس فيه بالوحدة. مومو انهارت في العياط واعترفت إن كل اللي قربوا منها قبل كده سابوها لما شافوا ندوبها، وإنه أول واحد يعاملها بلطف من غير استغلال أو شفقة. قالت له إنها عايزة ترتبط بيه وتبني معاه عيلة، لكنه رفض بلطف واقترح إنهم يفضلوا أصحاب يعتمدوا على بعض. بعد أيام ناتسو كان بيقرأ على السطح، فظهرت المعلمة كيوكو. لما شافت الكتاب فرحت إن لسه في طالب مهتم بالأدب، وبدأوا يتكلموا عن مؤلفيهم المفضلين. كانت مرحة ومريحة في الكلام، وحتى مدحت عيونه قبل ما تمشي وسابته محتار في الطاقة الغريبة اللي حواليه. بعدها روي طلبت مساعدته. ناتسو بسبب مخه المشبوه افتكر إنها عايزة حاجة خاصة، لكنها كانت بس عايزاه يرافقها وهي بتدور على نادي تنضم له. قالت له إن مومو لسه مبسوطة من الأكلة اللي طبخها لها، بينما هي زعلانة لأنه عمره ما عمل لها حاجة زيها. ناتسو حس بالذنب، خصوصا إنه كان منشغل بمومو وروي بتاكل لوحدها في البيت. لما أصحابه عرفوا إنه خارج مع روي قرروا ييجوا معاهم، فاستغربت روي ليه جاب موكب حراسة كامل. لفوا على كذا نادي رياضي، والولاد انشغلوا بالمناظر أكتر من هدف المهمة، لكنهم في الآخر مشيوا وسابوا ناتسو وروي يكملوا البحث لوحدهم. في بحثهم عن نادي مناسب، ناتسو وروي دخلوا أوضة نادي الأدب ولقوا كتاب الاتنين عايزين يقروه، ولأن المكان كان فاضي أخدوه معاهم. تاني يوم ناتسو رجع يرجعه، لكنه سمع أصوات غريبة ورا الرف، ولما بص لقى كيرا قريبة جدا من طالبة اسمها ميو. حاول ينسحب لكنه تقفش، فميو شرحت إنها كانت بس بتشيل رمش من وش كيرا، وناتسو صدقها فورا لأنه كان محتاج أي تفسير يريح أعصابه. كيرا استغلت وجود الكتاب في إيده وأعلنته إن ناتسو انضم رسميا للنادي. حاول يرفض، لكنها هددته بفضيحة استعارة الكتاب من غير إذن، فوافق غصب عنه. وميو فرحت لأن النادي كان بيموت وهي العضوة الوحيدة فيه. كيرا كلفتهم يوزعوا منشورات عشان يجيبوا أعضاء. ناتسو نجح نسبيا، لكن ميو فضلت واقفة بصوت أهدى من وضع الصامت، والطلاب عدوا من جنبها كأنها جزء من الحيطة. اعتذرت، فناتسو طمنها وقال لها إن خجلها مش ذنب. تاني يوم كيرا جمعتهم وسألتهم عن خبرتهم في الروايات الرومانسية، ولما عرفت إن الاتنين بيكتبوا حب رغم إن حياتهم العاطفية منهارة، اقترحت يجربوا قبلة عشان يكتبوا بإحساس. ميو وافقت وغمضت عينيها، وناتسو قرب بعد ضغط كيرا، لكنه وقف لما لاحظ دموعها واداها منديل بدل ما يكمل. كيرا أعجبت بتصرفه وطلبت تقرأ كتاباته بعدين. وأثناء تجهيز بوستر النادي ناتسو سأل هينا عن كيرا، فقالت إنها غريبة فعلا، لكنها مدرسة عبقرية والكل بيحترمها.
شجعته بشوكولاتة، وبعدها روي أعلنت إنها عايزة تنضم للنادي رغم إن حصيلتها الأدبية واقفة تقريبا عند قصص الأطفال. ميو فرحت بعضوة جديدة وشكرت ناتسو بحلويات ومنديل، وبدأوا يتواصلوا بمذكرات صغيرة عشان يثرثروا من غير ما يكسروا هدوء المكتبة. بعدها مومو قررت تنضم هي كمان رغم إن قراءاتها أغلبها كوميكس وقصص رومانسية، ووجودها فاجأ ميو لأنها معروفة في المدرسة كطالبة عبقرية. لما شافت روي قرب ناتسو وميو حست بحاجة غريبة جواها. راحت لمساكي في الكافيه وحكت له عن قلقها من نظرة الناس ومشاعرها المتلخبطة. طمنها إن ده طبيعي، وحكى لها إنه زمان كان في عصابة وفي نص صفقة خطيرة اتشد فجأة لواحد من العصابة المنافسة. ومن يومها فهم إن بعض المشاعر بتدخل الحياة من غير استئذان. نصحها ما تهربش من إحساسها وتفهم هو بيوديها لفين. في البيت هينا شكرت ناتسو لأنه حافظ على سر علاقتها بشو، وبعدها دعته يقضوا وقت سوا. بعد أسبوع خرجوا يوم كامل كإخوات، راحوا الشاطئ وبعدها كافيه للآيس كريم. نادلة عدت جنبهم وقالت إنهم زوجين لطيفين، فناتسو فرح من جواه. بينما هنا نفت بسرعة وأكدت إنهم مجرد أخوات. فعاد ناتسو للأرض بعد رحلة خيالية استمرت ثانيتين. بعدها ناتسو وهينا كملوا خروجة الإخوات وراحوا الشاطئ. ناتسو هزر إنه عايز ينزل رجليه في المية زي الأطفال، فهينا افتكرت إنها كانت دايما بتناديه طفل. اعترفت إنها كانت بتعمل كده عمدا عشان تجرحه ويبعد عنها، لأنها عارفة إن قربهم أكتر هيعمل كارثة، واعتذرت. ناتسو سألها بعدها إزاي دخلت علاقة مع راجل متجوز رغم إنها شافت أمها بتتوجع من الخيانة. هينا حكت له إن شو كان مدرسها زمان. وقتها زميلتها مامي كانت بتحب ولد اسمه شباتة، ولما شافته بيتعامل بلطف مع هينا غيرت منها وبدأت تشوه سمعتها قدام البنات. هينا سمعت كلامهم وقضت الغدا لوحدها وهي بتعيط لحد ما شو ظهر وحاول يضحكها بكلامه وعروسته المضحكة. من يومها بدأت تقضي وقتها معاه وتعلقت بيه تدريجيا. وحتى لما عرفت إنه متجوز ما قدرتش تبعد. اعترفت إنها كانت زمان بتحتقر الخيانة، لكن في الآخر لقت نفسها داخلة في نفس الدوامة. بدل ما ناتسو يهاجمها فهم إنها كانت ضعيفة ووحيدة. بعدها اداها روايته الجديدة واعترف إنه بيحبها. هينا اتجمدت ثم شدته للمية وقالت له إن دخولهم علاقة مع بعض معناه إنهم يرموا عيلتهم ومدرستهم وحياتهم كلها وكأنهم بيغرقوا سوا. توسلت له يفضلوا إخواته بس. قبل ما يخرجوا ناتسو حضنها كوداع لمشاعره القديم. وفي الليل هينا قرأت الرواية واكتشفت إن البطلة مبنية عليها، فبكت وسبت له الصبح رسالة تشكره فيها على القصة المؤثرة. رغم قراره ينسى هينا فضلت في باله. وفي ليلة روي دخلت أوضته وقعدت جنبه وسألته ليه عمرهم ما عبروا عن اللي بينهم بوضوح. طلبت منه يقرب منها، ولما حاول يرفض ذكرته إنه كان مستعد يتجاوز الحدود مع هينا رغم إنها بقت أخت ناتسو، وهو لسه مكسور. استسلم للحظة وتبادلوا قبلة طويلة. روي خرجت مرتبكة لكنها سعيدة، وقالت له إنها تتمنى يكون حس بنفس اللي حسته. أما هو ففضل قاعد عارف إن حياته دخلت مشكلة جديدة. تاني يوم راح نادي الأدب وقضى الوقت مع ميو اللي ورته نشرة النادي وقصتها الرومانسية المنشورة فيها. لما دخلت روي ومومو وشافوا قربهم ظهر عليهم الضيق. كيرا ذكرتهم إن الامتحانات أهم من الكتابة حاليا، فاتفقوا يذاكروا سوا، وهينا وافقت تساعدهم. أثناء المذاكرة هينا بدأت تصلح أخطاء ناتسو كأنها شرطة القواعد، وروي لمحت إنه كان مشغول مع ميو. هينا اتحمست تعرف التفاصيل وروي زادت شكوكها، لكن ناتسو قفل الموضوع بسرعة. بعدها خاف إن هينا تكون فهمت غلط فراح غرفتها عشان يشرح، لكنه وقف عند الباب لما سمعها بتتكلم بانفعال وهي لوحدها، واكتشف إنها مازالت غارقة في ذكريات شو، فبقي واقف مصدوم ومش عارف يدخل ولا يهرب. ناتسو فضل واقف عند باب أوضة هينا مصدوم من اللي شافه، ولما الكتاب وقع من إيده كاد يتقفش لكنه هرب في آخر لحظة. تاني صباح هينا وبخته عشان صحي متأخر ولوحت له بإيدها وهي رايحة الشغل، فناتسو احمر لما افتكر المصيبة اللي شاف نفس الإيد دي بتعملها الليلة اللي فاتت. عدت أيام الإجازة وناتسو حاول يركز في روايته، لكنه لاحظ إن هنا بتتصرف عادي رغم إن في حاجة جواها اتغيرت. ولما الكتابة وقفت معاه قرر يروح المدرسة يجيب كتب من النادي. قبل ما يمشي روي واجهته واتهمته إنه سرق قطعة من هدومها، فنفى وحاول يخليها تيجي معاه لكنها رفضت وسابته يروح لوحده. في المدرسة دراجة دخلت عليه فجأة وكادت تفرمه، وطلع راكبها طالب أجنبي اسمه أليكس. قرر فوراً إن ناتسو بقى صاحبه رغم إنه كاد يودعه من الدنيا. أوه ماي جاد، واو! راحوا الكافيه
وهناك مساكي انبهر بملامح أليكس، لكن أيانو حذرتهم إن الشرطة بتدور على لص بيسرق ملابس البنات من البيوت، وفي طريق الرجوع شافوا اللص وهربوا وراه. أليكس مسكه ودخل عليه بوضعية بطل أفلام أكشن، وبعدها سلموه للشرطة. لما رجعوا روي كانت قلقت على ناتسو، لكن أليكس أول ما شافها أعجب بيها وطلب من ناتسو يعرفوا عليها. الطلب لخبط مشاعر ناتسو، وفي البيت حاول يقنع روي إن أليكس مهتم بيها، لكنها زعلت وبصتله بغضب وجريت أوضتها. لحقها ومعاه أكل عمله بنفسه، وبعد ما هديت شوية رفضت اعتذاره وقالت له يعوضها بطريقة تانية. ناتسو فهم مقصدها وقرب منها، واللحظة بدأت تتحول لاتجاه خطر، لكن هينا دخلت فجأة واتجمدت مكانها قبل ما توقف الكارثة. خرجت مصدومة، ولما ناتسو حاول يشرح قفلت على نفسها ورفضت تسمعه. بعدها روي دخلت لها واعترفت إنها هي اللي بدأت لأنها فعلا بتحب ناتسو. هينا قالت لها إنه أخوها، لكن روي ردت إنهم مش إخوات بالدم وإن مشاعرها حقيقية. تاني يوم ناتسو قال لأليكس إن روي مش مهتمة بيه، لكن أليكس اعتبر الرفض تحديا جديدا. ولما لاحظ إن ناتسو مهموم نصحه بدل اللف والدوران إنه يتكلم مع عيلته بصراحة. ناتسو رجع البيت وكلم هينا من ورا الباب. هينا قالت إنها عارفة بمشاعر روي، وسألته إذا كان بيبادلها نفس الإحساس، لكنه بدل ما يجاوب اعترف إن هينا هي اللي لسه بيحبها. هينا اتلخبطت وقالت له إنها قررت تسافر، خصوصا بعد ما شافته قريب من روي بالشكل ده. قبل سفرها الوالدين اقترحوا يخرجوا كلهم للمهرجان. ناتسو فضل مركز مع هينا، وهو وروي حاسين إنهم سبب قرارها. هناك قابلوا أيانو وابنها وشافوا مساكي بيدق الطبول بحماس مرعب. بعدها هينا راحت لعبت صيد السمك الذهبي وأثبتت إنها محترفة، لكن وهي فرحانة موبايلها وقع في المية وكأن البحر قرر يردلها الضربة فورا. هينا جريت ناحية ناتسو وارتاحت لما لقيته. طلب منها تمسك ايده عشان ما يضيعوش وسط الزحمة وأخدها المكان هادي. هناك حاول يقنعها تلغي السفر لأنه حاسس إنه السبب، لكنها قالت إن البعد أفضل ليهم هما الاتنين. ولما أصر يعرف السبب عضت إيده وجريت، لكنه فضل وراها لحد ما قابله مساكي، فطلب منه يمسكها عشان يقدروا يتكلموا. مساكي وبخ هينا لأنها بتهرب من مشاعرها زي الأطفال، لكن الكلام ما جابش نتيجة، فابنه إداها علكة عشان تهدى، وبعدها سابوها مع ناتسو. أخيرا اعترفت إنها غيرانة من روي لأنها دايما حرة تعمل اللي عايزاه، بينما هينا مضطرة تلعب دور الأخت الكبيرة المسؤول. ولما شافت روي قريبة من ناتسو خافت من غيرتها ومن إنها تستسلم لمشاعرها لو فضلت في البيت، فاختارت السفر عشان تبعد نفسها. ناتسو فرح إنها أخيرا قالت الحقيقة وحضنها وطلب منها تفضل معاه بالشكل ده شوي، لكنه اتصدم تاني يوم لما عرف إنها لسه مصممة تنتقم. هينا طمنته إنهم يقدروا يتقابلوا وقت ما يحبوا، وناتسو فهم الرسالة بطريقته المتفائلة جدا. أما روي فكانت حزينة لأنها هتعيش بعيد عن أختها لأول مرة. خرجت تتمشى وفي المكتبة قابلت كيرا ومعاها شو. بصت له بغضب، لكنه أكد إنه قطع علاقته بهينا وطلب منها يسمعها اعتذار حقيقي. في الكافيه اعتذر عن الأذى اللي سببه للعيلة وقال إنه طلق مراته بسبب مشاكل قديمة بينهم، لكنه مش هيرجع لهينا لأن اللي حصل بينهم ما كانش صح. روي حكت له إنها حاسة إن انتقال هينا غلطتها، لكنه قالها تثق في أختها لما تقول إنها محتاجة الحرية. بعدها دخلت روي على هينا وهي بتحزم هدومها وترجتها تفضل، وقالت إنها مستعدة تعمل أي حاجة إلا إنها تتخلى عن مشاعرها تجاه ناتسو. هينا ردت إنها مش طالبة منها تضحي، وكل اللي عايزاه إنها تسيبها تختار حياتها بنفسها. بعدها ناتسو لقى رسالة في أوضته وجواها مفتاح احتياطي لشقة هينا الجديد، فهم فورا إن ده مش مفتاح عادي، واخباه بسرعة لما ظهرت روي. بعد أيام العيلة ساعدت هينا في النقل، ولما الوالدين هزروا إن الاستقلال أول خطوة للجواز هينا احمر وشها وهي بتبص لناتسو، فزاد اقتناعه بمعنى المفتاح. قبل ما يروح لها لقى روي قاعدة لوحدها في أوضة هينا القديمة. حاول يشجعها فحضنته وقالت إنها هتكون بخير طول ما هو معاها، لكنه ما ردش الحضن وقال لها بلطف إنه هيفضل جنبها دايما كأخوها. فوصلت لها الرسالة المؤلمة بوضوح. في المساء روي حضرت أكلة ناتسو المفضلة، لكن قالت للعيلة إنه مش راجع. ناتسو كان كاذب عليهم وراح لشقة هينا. رن الجرس ومحدش رد، فاستخدم المفتاح ودخل. لقاها نايمة في أوضتها فقعد جنبها يتأملها، لكن هينا فتحت عينيها فجأة ولقيته قدامها. ناتسو قال لهينا إنه مستعد يسيب كل حاجة ويواجه أي نتيجة طالما هم مع بعض. كلامه فرحها وقربوا من بعض أخيرا في لحظة رومانسية حقيقية. ناتسو اعتبرها أول قبلة بجد بينهم، لأن المرة القديمة كانت فوضى وانفعال، فهينا طلبت منه يبدأوا من جديد بشكل أحسن. ناتسو حاول يندفع أكتر، لكنها وقفته وقالت له إنهم مش لازم يستعجلوا،
وإن علاقتهم لسه في أولها ولسه قدامهم وقت كتير بعد الإجازة. ناتسو اتضايق للحظة لكنه فهم إنها مش بترفضه، هي بس عايزة الأمور تمشي بهدوء. مع بداية الدراسة كان ناتسو وروي رايحين المدرسة، فأليكس نط على ظهره وبدأ يحكي عن مغامراته مع الشرطة كأنه راجع من فيلم أكشن. ولما شاف روي اتوتر وعرف نفسه، وبعد ما عرف إنهم في نادي الأدب طلب ينضم رغم إن القراءة مش أقوى مهاراته. كيرا وافق فوراً، خصوصاً إن زيادة الأعضاء معناها ميزانية محترمة للنادي. بعدها ناتسو قابل هينا وسألها بصراحة إذا كانت فعلاً مستعدة تبدأ علاقة معاه. هينا سحبته المكان بعيد عن العيون وطمنته إنها بتحبه، لكنها حذرة لأن أي غلطة ممكن تدمر شغلها وعيلتهم. اختبوا من المدير للحظة وبعدها تأكدوا من مشاعرهم بعيداً عن الناس. ومع الوقت بدأ ناتسو يزورها في شقتها ويقضوا وقتهم في الطبخ والكلام كأنهم زوجين مبتدئين، لدرجة إن الأكل اتحرق وهم مشغولين عن الحلم. جاء مهرجان المدرسة ونادي الأدب فتح كافيه بملابس تنكرية. البنات جذبوا الزوار بينما أليكس في زيه كان عامل فقرة كوميدية لوحده. وسط الزحمة روي كانت مركزة مع ناتسو بينما عينه طول الوقت على هينا. بعد المهرجان خلصوا نشرة النادي، لكن غياب كيرا كام يوم خلاهم يقلقوا عليه. راحوا شقته الفخمة وقابلتهم بنت افتكروها شريكته، فميو اتضايقت من غير ما تعترف. كيرا ظهر ووضح إنها محررته وكشف المفاجأة الأكبر، هو روائي مشهور بيكتب باسم ياسوكاوا، الكاتب المفضل عند ناتسو وميو. كيرا شجعهم يدخلوا مسابقة للكتاب المبتدئين لأن قصصهم في النشر عندها مستوى كويس والجائزة ممكن تكون أول خطوة للاحتراف. ناتسو وافق بحماس، وفي اليوم التالي فضل هو وميو يتكلموا عن اكتشافهم. لما ناتسو زود الهزار على غيرتها من المحررة، ميو اتعصبت ودفعته بالغلط عند السلم فوقع وكسر رجله. هينا رجعت البيت مرعوبة عليه لكنه طمنها، ولما قالها إنه مش هيقدر يزورها فترة أمرته يركز في العلاج بدل التفكير في الخروج. روي بدورها اهتمت بأكله واعترفت إنها سعيدة شوية إنه هيقعد في البيت أكتر، ثم قربت منه بطريقتها عشان تأكد إنها لسه مش ناوية تستسلم. تاني يوم ميو ركعت قدامه في المدرسة وهي بتعتذر وبتقول إنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان يسامحها. أصحابه بدأوا يرموا اقتراحات مشبوهة، وفي البيت بينما كان بيحاول يستحم ورجله مكسورة دخلت روي فجأة تعرض تساعده، فبدأ فصل جديد من الإحراج العائلي. بعد إصابة ناتسو روي فضلت تساعده في الاستحمام وتغيير هدومه، وكل مرة كانت بتستغل إن رجله مكسورة عشان تقرب منه، بينما هو بيحاول يحافظ على ولائه لهينا ويقنع نفسه إن حياته العاطفية مستقرة رغم إن البيت كله كان ماشي فوق قنبلة موقوتة. وجاءت رحلة المدرسة إلى أوكيناوا، وهناك ناتسو وهينا أخدوا أخطر قرار ممكن يتاخد وسط رحلة مليانة طلبة ومدرسين وكاميرات. ناتسو أعطاها خاتماً رمزاً لعلاقتهما وأكد لها إنه مستعد يواجه أي نتيجة طالما هم مع بعض. للحظة هينا صدقته وقررت تبطل خوف، لكن الحظ اللي كان متفرغاً لمراقبة ناتسو شخصياً بعث مصوراً التقط لهما صورة وهما بيتبادلوا قبل. الصورة وصلت لإدارة المدرسة، وفجأة بقى مستقبل ناتسو وتعليم هينا وشرف العيلة كله متعلقاً بقرار واحد. ولما واجهوها هينا اعترفت بالحقيقة وتحملت المسؤولية كلها لوحدها. طلبت منهم ما يحققوش مع ناتسو ووافقت تسيب المدرسة وتنتقل لمكان بعيد مقابل إن الفضيحة ما تنتشرش ومستقبله ما يضيعش. في حفل نهاية الفصل هينا أعلنت فجأة قدام الطلبة إنها هتنتقل لمدرسة تانية من غير ما تقول السبب الحقيقي. ناتسو حاول يكلمها ويدور عليها لكنه ما قدرش يوصل لها. بعدها لقى رسالة منها بتشرح إن علاقتهم اتكشفت وإنها اختارت تمشي عشان تحميه. قالت له إنها بتحبه، لكن طلبت منه ما يدورش عليها وينساها ويركز في حلمه إنه يبقى روائي. ناتسو انهار تماما، قفل على نفسه أيام وما بقاش بياكل ولا بيتكلم مع حد. فوميا واجهه وقال له إن هينا ضحت بكل حاجة عشانه وإن استسلامه بالشكل ده هيخلي تضحيتها ملهاش معنى. الكلام أثر فيه فقرر يطلع كل وجعه في رواية طويلة بدل ما يفضل محطم. أهله وصحابه فضلوا واقفين جنبه، ومساكي أخده للحمام العام وحكاله إن الإنسان ما يقدرش يمسح الماضي ولازم يشيله جواه ويكمل. بعدها ناتسو أنهى الرواية وسلمها لكيرا اللي اتفاجئ بمستواها وقدمها سراً لمسابقة أدبية. بعد فترة ناتسو عرف إن روايته فازت بالجائزة الكبرى وتعرف على محرر هيبدأ يتابع شغله من وقتها. وقف على المسرح وقال إن الرواية اتكتبت بفضل الناس اللي دعموه، ووعد إنه يكمل طريقه عشان يحقق حلمه. وفي النهاية لما رجع البيت افتكر روي هينا وحضنها بالغلط وهو شبه بيعيط. روي فهمت وقتها قد إيه حبه لهينا كان عميق، لكنها قالت له بوضوح إنها مش هتفضل تتراجع عشان أختها، وإنها من دلوقتي هتبدأ تطارد مشاعرها تجاهه بجد.